اللي هحكيه دلوقتي مش حلم ومش خيال. الساعة كانت 2 بعد منتصف الليل، وكل حاجة كانت ساكنة لحد ما الموبايل رن من رقم مش متسجل. لكن لما رديت، الصوت اللي سمعته خلاني اتجمد مكاني. انا متعود انام بدري وما بفتحش موبايلي بالليل، بس يومها كنت صاحي من غير سبب، حاسس ان في حاجة مش طبيعية في الجو. الموبايل رن فجأة، ولما بصيت الرقم مفيهوش اي بيانات، بس شكله كان مألوف. رديت وانا بستمع، ولكن ما كانش فيه اي صوت، بس كان فيه نفس تقيل. وبعدين بصوت خافت جدا سمعت اسمي. رديت وفضلت اقول مين، انت مين، ولكن ما كانش فيه اي رد. وبعدين سمعت صوت بكاء، مش بكاء عادي، بكاء شخص موجوع مخنوق. وسمعت جملة هزتني، أنا تحت، افتح الباب. وساعتها قلبي وقع. قمت جري على الشباك، مفيش حد في الشارع، والباب فعلا كان مفتوح. قفلت الباب بسرعة وفضلت واقف ورا الكنبة مش قادر اتنفس. بعد دقايق الموبايل رن تاني، نفس الرقم، لكن لما فتحت الموبايل المكالمة كانت محفوظة تحت اسم اخويا اللي مات من سنة. بعد ما المكالمة قفلت فضلت متجمد مكاني كأن الصوت بيرن في ودني. جريت جبت صورة قديمة لأخويا وبقيت أبصله، نفس النبرة، نفس الهدوء. أنا متأكد إن الصوت اللي سمعته كان صوته فعلا. بس لو فعلا هو، تفتكروا إيه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ استنوا الجزء التاني.